ما لا تعرفه عن الشيخ محمد متولي الشعراوي من ولادته حتى وفاته. هو محمد متولي الشعراوي مواليد 15 ابريل سنة 1911 بقرية دقادوس بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية. أتم حفظه للقرآن الكريم في الكتاب وهو عنده 11 سنة. بعدها سنة 1916 التحق بمعهد الزقازيق الأزهري وكان بيحب الشعر جدا. بعدها سنة 1923 حصل على الابتدائية الأزهرية، مش ملاحظين ان هو كان كبير. وبعدها دخل المعهد الثانوي وزاد حبه للشعر والأدب. كان الشعراوي محبوب بين اصحابه جدا لدرجة ان هم عينوه رئيس لاتحاد الطلاب لجمعية أدباء الزقازيق. الشعراوي كان عنده حس وطني عالي جدا وكان بينشغل دايما بالحركات الوطنية. ولما قامت ثورة 1919 ضد الإنجليز خرجت من الأزهر وطلعت كمية منشورات ضد الإنجليز من الأزهر. طبعا معهد الزقازيق ما كانش بعيد عن قلعة الأزهر، فكان الشعراوي هو وزملائه كانوا يزحفوا ويتسللوا إلى الأزهر وكانوا بيلقوا بالخطب ضد الإنجليز، واعتقل أكتر من مرة. وفي يوم من الأيام بقى أبوه جابه وعرض عليه إن هو هيكمل دراسته في الأزهر في القاهرة، بس محمد اعترض لانه كان عايز يكمل شغله في الارض الزراعيه بتاعتهم في البلد. بس ابوه اصر وقال له انت لازم هتسافر، يعني هتسافر وانا متكفل بكل حاجه من سكن ومصروفات. محمد متولي الشعراوي بقى حس ان الموضوع مع ابوه اخذ موضوع الجد ان هو هيسافره القاهره فعلا وهو مش عايز يسافر. فكر في فكره كده تعجز ابوه عن ان هو يسفره للقاهره وان هو يكمل دراسته للقاهره. قال له بص بقى يا ابو الحاج، في مجموعه من الكتب كده مقرره ولازم اخدها عشان اكمل دراستي في الازهر هناك. كان نوع من التعجيز كده لابوه ان هو يخليه يعدل عن فكره دراسته في الازهر. وقال له انا مطلوب مني مجموعه من امهات الكتب في الاحاديث النبويه، في علوم القران الكريم، في التراث، في اللغه، في شتى المجالات. ابوه المسكين راح جايب له كل الكتب دي، بس لما جاب الكتب دي جه كده خده على جنبه وقال له انا عارف ان الكتب دي مش مقرره عليك ولا حاجه، وان انت عايز تعجزني عن سفرك للقاهره انك تكمل دراستك. الشعراوي بقى حس انه اتكسف وقتها لما عرف ان ابوه كشفه، فقال ما بدهاش بقى، انا هسافر وامري الى الله. سافر الشعراوي وكمل دراسته في الازهر. وفي يوم من الايام ابوه طب عليه وهو بيذاكر هو وصاحبه، لقى مين عندهم؟ لقوا بنت صاحب البيت. ابوه قال بس الواد هيضيع مني كده، انا جايبه عشان يكمل دراسته ولا عشان يلعب بديله؟ قام مجوزه بقى، جوزه بنت عمه. الشعراوي ما كانش من النوع اللي هو كان بياخد المعلومتين او الكلمتين ويقتنع بيهم، لا كان لازم يفكر بدماغه، كان دايما بيشغل دماغه. فقال ان الجواز ده لازم يكون في قبول بين الطرفين. ولما اتعرض على بنت عمه ان هو يتقدم لها ويتجوزها فحصل قبول ويتجوزها بالفعل، وخلف منها احمد وعبد الرحيم وسامي وصالحه وفاطمه. وفي سنه 1937 بقى بسم الله ما شاء الله ربنا فتحها على الشيخ محمد متولي الشعراوي ودخل كليه اللغه العربيه. وزي ما انتم عارفين ان الشيخ محمد متولي الشعراوي كان عنده حس وطني عالي جدا. سنة 1938 بقى انضم لحزب الوفد، بعدها على طول راح داخل وانضم على جماعة الإخوان المسلمين لما قابل مؤسس الجماعة حسن البنا. وتخيلوا بقى ان اول منشور ينزل لجماعة الإخوان المسلمين كان كاتبه الشيخ محمد متولي الشعراوي. اسم الشعراوي بقى مسمع في كل مكان ومعروف بالتفسير والاحاديث اللي كان بيلقيها لدرجه ان هم سموه امام الدعاء. وفي نفس السنه تقام احتفاليه لاحياء ذكرى الزعيم سعد زغلول. الشيخ الشعراوي بقى عمل قصيده مدح جميله جدا في الزعيم سعد زغلول، ويليه النحاس باشا زعيم حزب الوفد. وقتها حسن البنا حس بكمية غضب من القصيدة اللي قالها الشعراوي في حق الاتنين دول، وخاصة النحاس باشا. البنا قام عامل اجتماع طارئ لكل القادة بتوع الإخوان وكان من ضمنهم الشيخ محمد متولي الشعراوي. ولما تطرقوا في السهراء أو في الاجتماع كده لمجموعة الزعماء والسياسيين، لاحظ الشيخ متولي الشعراوي إن هم متحملين شويتين على النحاس باشا وان هم عمالين يمجدوا في صدقي باشا، بالرغم ان صدقي ده ما كانش ليه شعبيه وطنيه بين الجماهير، وخصوصا لما كان صدقي باشا كانت ميوله للقصر وقتها. فاستغرب الشعراوي لانه كمان كان بيمدح في النحاس باشا وبيقول لهم ان هو راجل تقي وطيب وزعيم الاغلبيه وعنده حس وطني. فقام احد الحاضرين اللي قاعدين مع القاده بتوع الاخوان وقال لا،
النحاس باشا ده عدونا لأن هو زعيم حزب الأغلبية، أما باقي الزعماء وبقية الأحزاب فنحن نبصق عليهم حتى تنطفئ وتنتهي. الشعراوي اتفاجئ وقتها باللي اتقال ده، وعرف وقتها نواياهم، وعرف ان المسألة مش مسألة دين، لا ده السياسة داخلة في الموضوع، وعليها بعد الشعراوي تماما عن جماعة الإخوان المسلمين. اتخرج بقى الشيخ محمد متولي الشعراوي من كلية اللغة العربية سنة 1940، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس سنة 1943. وبعد تخرجه اتعين في المعهد الديني في طنطا، وبعدها المعهد الديني للزقازيق، وبعدها المعهد الديني في اسكندرية. وبعد خبرة طويلة جدا سافر الشيخ محمد متولي الشعراوي للسعودية سنة 1950، اشتغل أستاذ للشريعة بجامعة أم القرى. في السعودية بقى اتعرض على الشيخ محمد متولي الشعراوي ان هو يدرس مادة اسمها العقائد، بالرغم ان هو تخصصه اصلا في اللغة، بس على مين؟ ده الشيخ محمد متولي الشعراوي اثبت جدارته في تدريس المادة. وسنة 1954 كان في مقترح ان هم ينقلوا مقام سيدنا ابراهيم لورا علشان يوسعوا مكان للطواف. ولما سمع الشيخ محمد متولي الشعراوي بان هم عايزين ينقلوا المقام للتوسعة، فشاف ان الموضوع ده امر مخالف للشريعة، واتصل بعلماء الموجودين في البعثة وقتها، وهم قالوا له خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان، خلاص احنا خدنا قرار، وان الملك عبد العزيز آل سعود هيقوم بنقل المقام بنفسه. وعليها ارسل الشيخ محمد متولي الشعراوي للملك عبد العزيز آل سعود برقية مكونة من 5 صفحات بيشرح فيها وجهة نظره الفقهية والتاريخية، واستدل فيها بحجته ان الذين احتجوا بفعل الرسول جانبهم الصواب، وبرضه استدل برضه بحجته ان سيدنا عمر بن الخطاب لما قام الطوفان معرفش يغير مكان او مقام سيدنا ابراهيم في عهد الرسول ورجعه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحنا هنيجي نغير مكان مقام سيدنا ابراهيم دلوقتي؟ فليه؟ مفيش، الناحية الفقهية بتقول لا. راح الملك عبد العزيز آل سعود لما لقى برقية الشعراوي فيها كلام فعلا سليم، راح باعت لهيئة كبار العلماء السعوديين وقال لهم ايه الحكاية بتاعت البرقية دي، وشوفوا الكلام ده سليم ولا لا. وكان مقترح الشعراوي في البرقية ان هو بيقترح عليهم ان هم بدل البناء الكبير بتاع مقام سيدنا ابراهيم اللي واخد حيز من الطواف عشان الناس صعب ان هم يطوفوا في المكان بالشكل ده، قال لهم ان احنا هنعمل قبة صغيرة كده مصنوعة من زجاج غير قابلة للكسر. وعليها فعلا خدوا بمقترح الشعراوي وبنوا قبة صغيرة غير قابلة للكسر من الزجاج علشان خاطر الناس تعرف تطوف حوالين الكعبة وما ياخدش حيز او مساحة. وسنة 1963 حصل خلاف بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك عبد العزيز آل سعود، فراح جايب الشيخ الشعراوي قال له بص يا شعراوي انت كده كده مش هتسافر السعودية تاني. راح الشعراوي قعد في مصر وعينوه مدير مكتب شيخ الازهر حسن مأمون. وبعدها سافر الشعراوي للجزائر رئيس للبعثة الازهر في الجزائر، وقعد في الجزائر 7 سنين. وهو في الجزائر بقى قامت نكسة 67، الشعراوي سجد شكر. ليه بقى؟ لان جابوا في برنامج من الالف للياء قال لهم ان مصر لن تنتصر في احضان الشيوعية. عبد الناصر خد الكلام على صدره وفكر ان الشعراوي بيتهمه ان هو شيوعي. الشعراوي كان دايما على خلاف مع عبد الناصر، وخصوصا ان عبد الناصر كان عنده مقترح ان هو يدخل بعض العلوم للازهر زي الهندسة والطب والعلوم الاخرى، بس الشعراوي كانت من وجهة نظره انه شايف ان الازهر قيمة وقامة للعلوم الدينية فقط لا غير، علشان كده كانوا دايما على خلاف مع بعض. رجع الشعراوي من الجزائر، اتعين وقتها مدير لأوقاف محافظة الغربية، وبعدها وكيل للدعوة والفكر، وبعدين وكيل للأزهر، وراح رجع السعودية تاني بعد وفاة جمال عبد الناصر. لما رجع السعودية اشتغل الشيخ محمد متولي الشعراوي في التدريس في جامعة الملك عبد العزيز. وفي نوفمبر سنة 1976 قام رئيس الوزراء وقتها ممدوح سالم بتعيين مجموعة من الوزراء، وكان من ضمنهم ان هو عين الشيخ محمد متولي الشعراوي رئيس وزارة الأوقاف المصرية. وكالعادة
الشعراوي لازم يثبت جدارته في وزارة الأوقاف. ده مش بس كده، ده كمان أثبت جدارته في الحياة الاقتصادية. إزاي؟ الشعراوي كان أول من أصدر قرار بإنشاء بنك إسلامي في مصر، كان بنك فيصل الإسلامي، بالرغم إن القرار ده قرار تبع للوزارة المالية أو وزارة الاقتصاد اللي كان بيرأسها وقتها الوزير حامد السايح، بس كان مفوض الشعراوي إن هو ياخد قرار زي ده، ووافق عليها مجلس الشعب وقتها. وفي سنة 1978 رفع الشعراوي ايده وقال انا هقدم استقالتي لان انا ماليش في جو الحياة السياسية والاقتصادية دي، بالرغم ان الشعراوي ابدع وقتها في وزارة الاوقاف ووزارة الاقتصاد زي ما قلنا، وقال يا جماعة انا رجل دين وماليش في الحياة دي. حياة الشعراوي كانت مختلفة بين زعماء وقادة وملوك مصر، ابتداء من الملك فاروق، فكان بيمدح الملك فاروق وكان دايما بيشبهه بان هو الخليفة المأمون، وكان دايما بيسمي والده الملك فؤاد ان هو هارون الرشيد. جه بقى عصر عبد الناصر، طبعا كانت العلاقات متوترة جدا بين الشيخ محمد متولي الشعراوي وبين الرئيس جمال عبد الناصر، وخصوصا ان عبد الناصر كان دايما شايف ان الشعراوي شايفه شيوعي، علشان كده سجد سجدة شكر في نكسة 67. وغير كده كمان عبد الناصر حب يدخل الشعراوي في الاحزاب الاشتراكية، بس الشعراوي كان متاخد من الحتة دي شوية بس ما كملش، بجانب ان عبد الناصر كان عايز يدخل علوم ودراسات اخرى للازهر بجانب العلوم الفقهية والدينية. الشعراوي اعترض وقال له الازهر للعلوم الدينية فقط. وفي عصر الرئيس انور السادات بقى كان في موقف طريف كده حصل لما جه الكاتب انيس منصور، وده كان الكاتب المفضل لدى الرئيس انور السادات، جه لقى الرئيس معترض جدا وقال له اعمل فيه ابن الايه ده؟ قال له خير يا ريس. قال له الشيخ محمد متولي الشعراوي. قال له ايه؟ قال له ده انا جايلي برقيه من مناحم بيجن بيقول ان الشعراوي عندكم بيهاجم اليهود ليل نهار، طب اعمل انا ايه؟ وعليها الكاتب انيس منصور اخذ بعضه وراح لمبنى الاذاعه وشاف الحلقات اللي كان بيتكلم فيها الشيخ محمد متولي الشعراوي، لقى ان هي حياديه جدا وما فيهاش اي هجوم لليهوديه، فراح جه عشان يبلغ الرئيس لقاه مشغول، راح بلغه فعلا. فجه الرئيس لما جه بلغ مناحم بيجن بان فعلا الشعراوي مش بيهاجم اليهوديه ولا حاجه زي ما انت ما بتقول، وانت هتسكت ولا هنقول على الموضوع بتاع وزير التعليم العالي عندكم ووزير التعليم الاسرائيلي، فبلاش نتكلم علشان خاطر ما ننقصش الكراهيه اكتر ما هي موجوده. وسنة 1996 بقى الحادثة المشهورة للرئيس محمد حسني مبارك لاغتياله في أديس أبابا، ولما رجع بالسلامة طبعا كل العلماء والفقهاء وكان على رأسهم الشيخ محمد متولي الشعراوي اجتمع بالرئيس محمد حسني مبارك وقال له كلمته المشهورة: يا سيادة الرئيس، احتمال يكون ده آخر لقاء بيني وبينك، فإن كنا قدرك فليوفقك الله، وإن كنت قدرنا فليوفقك الله على أن تتحمل. طبعا الموضوع ده احنا عارفينه كلنا، والرئيس اتاخد شوية علشان خاطر الجملة دي ازاي تتقال للرئيس، ومن البروتوكولات ان ما ينفعش ان حد يسند على الرئيس كده بالمنظر ده. ومن بعض الشائعات بقى اللي طلعت على الشيخ محمد متولي الشعراوي جوازه من الفنانة شادية، بالرغم ان هو ما اتجوزش في حياته غير بنت عمه وام ولاده اللي توفت سنة 1970، وكانت الفنانة شادية بتصطحب مجموعة من الفنانات المعتزلات كنوع من التقرب لربنا مش اكتر، ومن هنا طلعت الاشاعه ان هو اتجوزها، بس هو ما اتجوزهاش، وكان رده ناري جدا، قال انا الشرف ليا ان انا اتجوز الفنانه شاديه ووسام على راسي ان انا اتجوزها. اتفرغ الشيخ محمد متولي الشعراوي زي ما احنا عارفين لمجموعه من التفسيرات والاحاديث بتاعته على مدار حياته حتى وفاته، وابتدى بسوره الفاتحه لغايه سوره الصف على ما يقال. وفي أقاويل أخرى بتقول إن هو كمل تفسير القرآن الكريم كاملة، والنسخ موجودة في إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. وتوفي الشيخ محمد متولي الشعراوي في يوم 17 يونيو سنة 1998، وساب لنا مكتبة رائعة من التفسيرات القرآنية. رحم الله شيخنا الجليل. وطبعا لكم مطلق الحرية في الحكم على الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد ما عرفنا حياته من بداية مولده حتى وفاته. أشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.